في قرية صغيرة من قرى الصعيد. كانت سمية ست بيت بسيطة، قلبها طيب ولسانها دايما بيقول الحمد لله. كانت بتصحى قبل الفجر تجهز الفطار لجوزها فتحي اللي كان بيشتغل في السوق، وترجع تنظف البيت، وها كانت تحفظ قرآن للطفال وتجهز الغدا وهو لسه نايم. الجيران كانوا بيحسدوهم على الهدوء الظاهر في بيتهم، لكن محدش كان يعرف إن الهدوء ده هدوء قبل العاصفة. فتحي كان راجل شكاك، وكل يوم بيرجع من السوق بعيون حمراء ولسان بيلف ووش دايما مكشر. في يوم من الأيام اتأخرت سمية في فتح الباب عليه وهو راجع، ولما فتحت لقت عينه فيها نظرة شيطان. قالها بصوت بارد: كنت فين؟ ليه اتأخرتي؟ قالت له ببراءة: كنت بغير هدومي، كنت بنطف. ما كانش محتاج غير الكلمة دي. دخل المطبخ، مسك سكين ولحقها في الصالة. أول طعنة جت في جنبها، والتانية في صدرها، والتالتة في ظهرها وهي بتحاول تهرب. صراخها جاب الجيران، بس لما دخلوا لقوها غرقانة في دمها، وفتحي واقف ماسك السكينة وبيقول: كنت بشك فيها بس دلوقتي ارتحت. ابنها عاصر عنده 9 سنين، كان مستخبي تحت السرير وشاف كل حاجة. وبعد ما البوليس جه، الجملة الوحيدة اللي قالها وهو بيعيط: ماما قالت لي لو خفت اقرأ قرآن، بس أنا مش قادر أقرأ، أنا خايف قوي.